تعالى أقولك إزاي بمعلقتين نشا وشوية حليب تعملي أحلى تحلية في 5 دقايق ترطب على القلب في الجو الحر ده. طبقتين من السعادة، طبقة هتعجب كل عشاق الكراميل، وطبقة تانية هي مفاجأة النهاردة هتدوبي فيها من أول معلقة. تحلية بقوام كريمي ناعم، هقولك إزاي تطلعيها زي البودنج جاهز بالظبط بنفس الطعم واللمعة، وكل ده بمكونات بسيطة موجودة في أي بيت. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. مقادير أول طبقة من تحلية النهاردة: هيكون عندي 3 كوبايات من اللبن أو الحليب، ويكون اللبن بدرجة حرارة الغرفة، يعني لا يكون سخن ولا يكون ساقع. هضيف على اللبن معلقتين كبار من النشا، نشا الذرة، ومعلقتين كبار من الدقيق. أنا حبيت أعمل ميكس ما بين النشا والدقيق لأن إضافة الدقيق بتحول لي المهلبية العادية البودنج، وطبعا مع الإضافات اللي احنا هنضيفها واحنا شغالين مع بعض. المقادير تاني: 3 كوبايات من اللبن أو الحليب، معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق. أقلب كل المكونات دي على البارد كويس جدا جدا، وأتأكد إن الدقيق والنشا داب تماما في اللبن، وهسيب اللبن والنشا والدقيق على جنب. وتعالوا بينا نعمل الكراميل. الكراميل بنعمله ازاي؟ انا هشرحه النهارده بقى بالتفصيل، علشان اللي مش بينجح معاه الكراميل هينجح معاه ان شاء الله بعد الطريقه ديت. بجيب طاسه او اجيب حله تكون عميقه شويه، وهنزل في الطاسه بنص كوبايه من السكر، وتكون درجه الحراره تحت الطاسه متوسطه، يعني الشعله ما تكونش هاديه ولا تكون عاليه، بدون اضافه اي ميه. بسيب السكر يبدأ يسيح ويلون بسيط قوي. اول ما يبدأ يلون ابتدي ان انا اقلبه، علشان كل السكر اللي ما دبش او ما طالهوش حرارة يبدأ يسيح ويبدأ يلون. وطبعا النار هنا متوسطة زي ما قلت لكم، ما تعلوش النار وتستعجلوا، وتقلبوا فيه وايديكوا فيه على طول، ما تسيبهوش وتروحوا في اي حتة لانه بيتحرق في ثانية. الفرق ما بين كرملة السكر وحرق السكر حاجة بسيطة قوي. لما السكر بيتحرق بيبقى طعمه مر وبيبقى مش احسن حاجة، فافضل اقلب اقلب لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه، اللون الكراميل كده الكهرباني الغامق شوية. بعد كده هكون محضرة نص كوباية مية مغلية، وممكن تنزلوا بنص كوباية مية ساقعة. بس المية المغلية الصراحة جربتها ودي كانت لأول مرة، كانت ممتازة قوي في ايه؟ ان السكر ما كلكعش معايا وحجر بصورة كبيرة، والسكر داب معايا بسرعة جدا. فتنزلوا بنص كوباية مية مغلية، بس تنزلوا بيها بالراحة وواحدة واحدة، علشان البخار اللي طالع من الكراميل بيبقى شديد شوية. بعد ما اتأكدت ان الكراميل داب تماما، هنزل بخليط اللبن مع النشا والدقيق اللي احنا دوبناهم مع بعض. هديله بس تقليبة الأول، لأن هتلاقوا النشا والدقيق اترسبوا تحت لأن سيبناهم شوية. تقليبة بسيطة خالص، وبعد كده هنزل بخليط اللبن والنشا والدقيق، واحنا ما زلنا الحرارة متوسطة، يعني أنا ما رفعتش درجة الحرارة خالص لحد دلوقتي. ايديكي بقى فيه، لأن دي زي المهلبية كده، لو سبتيها ممكن تكلكع وتلزق، ولحد ما تتقل والنشا والدقيق يستوي كويس. في الخطوة دي يفضل انك تصبري شوية عليه لحد ما يغلي كويس قوي ويعمل فقاقيع زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنزل بمعلقة من الزبدة، ونزلت كمان بنقطتين من الفانيليا السايلة، بس الكاميرا كانت فاصلة هنا، يعني في الآخر خالص بنزل بمعلقة زبدة ونقطتين من الفانيليا. تقليبة، واتأكدت ان النشا والدقيق استووا تماما، وده قوام أول طبقة. طبعا ده بودنج كراميل في منتهى الروعة والجمال. عندي هنا بقى كوبايات اللي هقدم فيها البودنج أو التحلية. هنزل في الكوباية بحوالي نص لحد نصها كده بالظبط بالشكل ده، وابدأ ان انا اهزها كده. تقدروا طبعا تدعموا المهلبية دي او البودنج ده بشوكولاتة بيضة وانتوا بتسووها، يعني وهي بتغلي كده تنزلوا بمكعب شوكولاتة بيضة المتوفر. الكمية اللي عندي عملت 6 أكواب من دول، وفضل عندي كمية تانية حطيتها في بولة صغيرة. يعني المقدار ده بيعمل لك 7 بولات. ندخلهم التلاجة على طول كده، ونبدأ نحضر الطبقة التانية. الطبقة التانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من اللبن بدرجة حرارة الغرفة برضو، وعندي معلقة ونص من النشا، وعندي كمان معلقة من الدقيق. برضو أنا عايزة أعمل بودنج شوكولاتة. وهنزل بمعلقة كبيرة ممتلئة من الكاكاو، كاكاو خام بتاع الحلويات اللي بيبقى من غير سكر. ونبدأ ان احنا نحلي بقى. هضيف سكر قد ايه؟ هضيف 4 معالق كبار من السكر، وبعد كده ضفت معلقة
لان انا هضيف مكون هيخلي لي البودنج ده محتاج سكر زيادة او محتاج سكر تاني عشان يظبط لي الطعم. خلينا ماشيين واحدة واحدة وما نسبقش الاحداث. هنقلب كل المكونات دي على البارد كويس جدا جدا، وتعالوا بينا نرفعها على النار. وعايزاكم بقى ما تجروش الفيديو خالص، لان انا بجد هقول لكم خطوة مهمة جدا علشان البودنج بتاعك يطلع زي دانت كده وزي الشركات دي. بعد ما اتأكدت ان البودنج بدأ يدخل في غليان، عندي هنا كيس نسكافيه بنكهة الشوكولاتة. الكيس ده هينقل لك بودنج الشوكولاتة في حتة تانية، هيديكي تست وطعم تحفة قوي قوي قوي. طبعا النار متوسطة، وبفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام ده. القوام يبدأ يتقل ويغلي، هنزل برضو بمعلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل بنقطتين من الفانيليا. تقدروا بقى تدعموا البودنج ده بمكعب من الشوكولاتة طبعا البني، لكن المكونات اللي احنا حطيناها والمقادير اللي احنا عاملينها دي ممتازة قوي، مش محتاجة خالص. انا بقولك افكار بس وانا شغالة. تقليبة صغيرة كده، واتاكد ان البودنج غلى معايا وزي الفل. هبدا ان انا احطه في دورق يكون ليه بوز كده زي البودنج الاولاني، عشان اصبه بسهوله وما يبهدليش الكوبايات. الخطوه اللي بقولك عليها بقى علشان البودنج ما يعملكيش قشره وش من فوق كده، بتسيبي البودنج يهدى شويه. يعني ما تصبوش هو سخن، يهدى شويه يعني 5 دقايق، ويبقى عندك معلقتين من اللبن السخن. تنزلي على البودنج بعد ما رفعتيه يعني من على النار، تنزلي على البودنج بعد ما هدى بمعلقتين اللبن السخن، وتقلبي حلو جدا. تقلبي بوسك حلو قوي قوي. اوعدك ان مش هيطلع قشره ابدا للبودنج، مش هيعمل قشره خالص. انا هنا عملت الخطوه دي بس كانت اوف كاميرا، بس حبيت اقول لكم عليها. زي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو، ما فيش قشره خالص للبودنج، يعني هي مش مهلبيه عاديه، لا. هدخل بقى البولات دي التلاجة تسقع كويس قوي مدة ساعتين 3 ساعات. وبعد كده في الاخر بجرنشها بقى باي حاجة. انا كان عندي فستق مجروش، تقدروا تشوفوا فرماسيل، تحطوا سوداني مجروش، تسيبوها زي ما هي شكل مش اكتر. تعالوا بقى اوريكم طبقتين من احلى البودنج اللي عملته في حياتي. اوصف لكم ايه ولا ايه؟ مبدئيا لمعة البودنج والتحلية بتاعت النهاردة. بصوا اللمعة، لمعة متميزة وخطيرة عشان عاملينه بطريقة مظبوطة، طريقة صحيحة. اتبعوا بس المقادير بالظبط وامتى نحط ايه. يعني ما نضيفش الزبدة من الأول، لا، كل حاجة كده لها ترتيب في السوا بتاعها عشان يطلع معاكم باللمعة الرهيبة دي. تنزلوا بالمعلقة، تطلعوا بطبقة بودنج كراميل مع بودنج شوكولاتة بنكهة القهوة. خطيرة يا جماعة. تحلية في 5 دقايق هتحضريها. أوعدك إن هي هتبقى من أحلى التحليات اللي هتدوقيها. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيماء، ومع السلامة.